السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، ومرحبا بكم في الحلقة الثالثة من بودكاست ديالنا راحة البال. اليوم بغيت نهضر معاكم على واحد الموضوع اللي كيعاني منه تقريبا كل واحد فينا في واحد المرحلة من حياته أو في بعض المواقف، اللي هو التفكير الزائد أو بالإنجليزية الأوفر ثينكين. عارفين داك الإحساس ملي كتكون جالس كلشي هاني، ولكن عقلك خدام بدون توقف، كيخمم وكيعيد نفس اللقطة، نفس الفكرة، نفس الحوار مرارا وتكرارا، كيولي ما باغيش يحبس. كتبقى تقول مع راسك علاش قلت هذيك الكلمة، علاش درت هذاك التصرف، واش كان غلط، واش كون جاوبت بطريقة أخرى كان يكون أحسن. كتدخل في واحد الدوامة من التفكير الزائد، ما كتبقاش عارف كيفاش دير تخرج منها. شي كيبقى يتعاود ويتعاود ويتعاود. إذا التفكير الزائد هو ملي العقل كيبقى خدام، كيعاود نفس الفكرة غير باش تعيش فيها، ماشي باش تلقى حل بالضرورة. بحال شي تلفازة فيها نفس الحلقة كتعاود وكتعاود وانت كتفرج فيها كل نهار. العقل كيبقى يخدم، ولكن النتيجة والو. بزاف الناس كيتحاب لهم بلي التفكير الزائد نوع ديال الوعي، ولكن هو في الحقيقة راه كيكون عبء نفسي كيسرق منك راحة البال. نجيو نشوفو علاش كنوليو نفكرو بزاف، مناش كيجي هاد الأوفر ثينكين ولا هاد التفكير الزائد. كاين بزاف ديال الأسباب. آآ نقدر نقول أول حاجة الخوف من الغلط. كنبغيو كلشي يكون مثالي، ما كنبغيوش نغلطوا. ما يمكنش المثالية، ما يمكنش نحققوها والكمال لله يعني. نخليو داك الهامش د الغلط ما فيها باس كاع اش غادي يوقع. علاش لا. الحاجة الثانية معنى مرات كتكون من قلة الثقة في النفس. كنبقاو نشكو في راسنا وفي القرارات ديالنا، نقدر نكون خديت القرار غلط، ولكن خاصنا ن نوصلوا لواحد المستوى ديال الوعي أننا نتحملوا المسؤولية ديال القرارات ديالنا، ونتحملوا مسؤولية النتائج ديال القرارات وديال الأفعال ديالنا. يعني درتي واحد الحاجة، عندك واحد النتيجة خايبة ولا زوينة، كتحمل مسؤوليتها لأنها جاية من عندك وجاية من واحد القناعة خاصة، أو كنتي تايق بأن كان ممكن يكون هذاك الحاجة اللي قلتي ولا اللي درتي صحيحة. كتقبل النتيجة ديالها ودوز لحاجة أخرى بكل بساطة. كايناش الواحد يبدا يفكر بزاف. ثالثا نقدر نقول أن التجارب القديمة أولا المواقف اللي مرينا بها ممكن تكون خلاتنا نخافوا من الغموض ونبغيو نكونوا مسيطرين على بعض المواقف، ونكونوا ديما في التحكم. ولكن المضحك المبكي هو أن التفكير الزائد ما كيعطيك لا تحكم لا والو، وبالعكس كيسلب منك السيطرة والراحة. يعني كما قلنا كتبقى تفكر ماشي بالضرورة أنك تكون وصلتي لواحد الحل اللي هو واقعي واللي ممكن تغير به شي حاجة. اجي نشوفو دابا شنو كيوقع ملي كنغرقو في التفكير الزائد. ملي كتولي تفكر بزاف عقلك كيدخل في واحد الدوامة أو الأحرى واحد الحلقة مفرغة. ما كتلقاش الباب باش تخرج. آمم، وهذا الشيء كيأثر عليك سلبًا على حياتك اليومية والجسدية كذلك. آمم، كتفيق نتا عيان بلا ما تكون درتي حتى شي مجهود. كتنوض في الليل ما كيبغيش يجيك النعاس بقوة ما كتفكر. آمم كتولي تشك في راسك في كاع القرارات، واخا تكون بسيطة كتحلل فيها بزاف وتفكر فيها وتعاود واش نديرها ولا ما نديرهاش، وإلا درتيها عاوتاني واش داكشي اللي درت هو هذاك ولا لا. ومرات حتى العلاقات كيتأثروا حتى هما، حيت كتولي نقولوا كتقرا الناس أكثر من اللازم، وكل كلمة كتفسرها بطريقة سلبية. كتولي حتى أنك تزيد واحد العبء على راسك، أنك كتولي تفكر في بلاصة الآخر.
يعني واحد آخر راه ما مسوّقش كاع و ونتايا كتفكّر في بلاصتو كيفاش كان غادي كيفاش تقبّل هاداك الموضوع وكون درت بحال هكا واش كان غادي يطرا هكا، وهو كيفاش كان غادي يتعامل كون كنت أنا درت هكا. يعني كتفكّر في داكشي اللي وقع في النتائج وفي داكشي اللي ما كاينش واللي كان خاصو يكون. فعلًا شي حاجة اللي هي مرهقة جدًا ومتعبة جدًا للدماغ. وفاش كنجيو نشوفو علميًا هو الجسم كيستجب بواحد الطريقة فيزيولوجية سلبية لأنه كيعتبر الأفكار كخطر حقيقي. إذًا الدقات ديال القلب كتولي أسرع، كتولي عندك صعوبة في النوم، توتر في العضلات ديال الكتف وفي الرقبة، تيولي عندك صداع، نقص في التركيز. يعني التأثير ديال التفكير الزائد سلبي من جميع النواحي، لا جسديًا ولا نفسيًا. دابا كيفاش نقدروا نقللوا أولا نواجهوا التفكير الزائد؟ آمم، هنا فين كيبان الفرق. التفكير الزائد هو ماشي قدر محتوم، نقدروا نخفوا منه بزاف، يعني ماشي شي حاجة اللي هكا مسلمة ولا تفرضات علينا، يعني حنا ممكن أننا نغيروه. وهنا خاصني نفرق بين التفكير السليم لأن أنا ما كنقولش بأن الواحد خاصو يكون مستهتر ولا ما مسوقش كي كنقولوا. آآ بالعكس، مزيان الواحد يفكر في في بعض المواضيع اللي هي مهمة واللي تستحق التفكير. ما كنفكروش في كل شيء وخصنا نعرفوا إمتى الوقيته اللي نكونوا نيت دخلنا في هذاك التفكير الزائد على شي حوايج اللي ما تستاهلش واللي تافهة جدًا واللي ما نقدروش نغيروا فيها شي حاجة. داكشي علاش عمليًا أولًا خاصك تكون واعي براسك، ملي تحس عقلك بدا كيدخل في ديك الدوامة ديال التفكير الزائد آآ خاصك تقول ليه صافي وقف حبس عرفت باللي زعما هاد الحاجة مقلقة ولكن تقدر ما تكونش كتستاهل هاد القلق هذا كامل ولا هاد التفكير هذا كامل وتحبس. آمم ثانيًا تحاول تخرّج دوك الأفكار اللي عندك في راسك، لإن الدماغ ولا العقل كيرتاح ملي الفكرة كتخرج منه. و هاد العملية تقدر ديرها آآ عن طريق الكتابة، مثلًا غير كتب، المهم خرّج ديك الفكرة ولا خرّج دوك الأفكار وكمّل ديك الورقة ولوحها، أولا تهضر مع شي حد قريب ليك تشارك معاه هادوك الأفكار اللي كيدوروا في بالك، وهداك الشخص اللي قدامك ممكن من خلال الحوار يعطيك نصائح، يعطيك رأي اللي ممكن يغيّر لك النظرة ديالك، ويحجّم الفكرة اللي كانت كتبان لك رهيبة وأنها في الواقع تقدر تكون بسيطة وما تستاهلش داك التفكير كلّه. وأخيرًا نتعلموا نتقبلوا الغموض. ماشي كل حاجة خاصك تعرف النتيجة ديالها دابا، خلّي الوقت يدير خدمته، ركّز على اللحظة اللي أنت فيها، الماضي فات والمستقبل مازال ما جاش. وفعلًا زعما اللحظة الوحيدة الحقيقية اللي بين يدينا هي لحظة الآن، هي ديك اللحظة اللي كتعيش فيها، علاش غادي تخسرها بالتفكير في شي حوايج اللي فاتوا اللي ما تقدرش ترجع بالزمن اللور باش أنك تبدلهم، أولا شي حوايج اللي مازال ما جاوش ما كتعرفش من هنا لغدا أشنو يوقع. عيش حياتك وعيش اللحظة الآن واستغلها وما تخسرهاش، لأن هي اللحظة الحقيقية الوحيدة التي تمتلك بين يديك. وهنايا عاوتاني بابا كان ديما كيقول لينا في أي لحظة كنعيشوها vivre le moment vivre l'instant. وأصلًا هذا واحد المفهوم رائع جدًا إنك عيش اللحظة. وإن شاء الله نبغى ندير حلقة على هذا الموضوع خصيصًا لأنه زوين بزاف ويستاهل نهضروا فيه أكتر آآ وندخلوا ليه نتعمقوا فيه شي شوية. وفي الأخير باش نختم الحلقة
بغيت نقول باللي التفكير الزائد هو ماشي دليل على الضعف، بالعكس هو كيعني أن الإنسان حساس كيفكر وكيهتم، ولكن آآ خاص الواحد ما يتعلم إمتى يتوقف ويقول العقل ديالو يوقف ويرتاح وما يرهقكش أكتر من القياس. الحياة ماشي خاصها تكون مثالية بالضرورة، ولا أن كل قرار يكون محسوب بالمليمتر. الواحد ياخد الأمور ببساطة باش نعيشو الحياة بواحد الطريقة مريحة واقعية فقط، صافية، وخصوصا نعيشوها وبالنا مرتاح. شكرا بزاف حيت تبعتوني حتى لهنا، ونتمنى هاد الحلقة تكون قربتكم شوية من الراحة النفسية وراحة البال، وما تنساوش تشاركوا الحلقة مع شي حد كتعرفوا كيغرق في التفكير الزائد ومحتاج يسمعها. وحتى نتلاقاو في الحلقة الجاية إن شاء الله. خليتكم على خير.